قررت اسيب هندسه واشتغل HR لمده 24 ساعه. مش عامل لي فولو؟ انت رسمي خلاص كده ما اتقبلتش. الموضوع كله ابتدى لما كنت بشتغل وجالي الريكورد ده. بقول لك انا بعت لك كذا ميل كده، فانت شوف لي مين اللي فيهم كده كويس بعمل معاهم انترفيوهات يعني. انترفيوهات دي بيعملوها ازاي؟ قررت اتفرج على فيديوهات تساعدني ازاي اعمل انترفيو بشكل صح. في الاول حسيت ان في فيديوهات كتيره فادتني، بس في حاجات اتعطلت بسببها، وهي اني حسيت ان في معلومات عكس بعضها ومش منطقيه، وهنا جالي شك اني ممكن ما اقدرش اقوم بالتاسك ده، وعشان كده كان لازم حد يساعدني. اتواصلت مع صديق ليا عنده التجربه، اداني نصايح فادتني كتير، واهمهم ان اخلي الموضوع فريندلي عشان ده بيساعد ان الشخص ما يتكلفش قدامك ويكون على حقيقته. وتاني نصيحه اني ما اعملش اي حاجه كانت بتضايقني في اي انترفيو دخلته، والخطوات دي قررت اطبقها. ابتدى اول انترفيو كنت متحمس للتجربه، نفذت النصايح اللي اتقالت لي وجابت نتيجه كويسه جدا. اتعرفت على ناس كتيره وسمعت تجارب مختلفه وعقليات جديده. مش عامل لي فولو؟ انت رسمي خلاص كده ما اتقبلتش. وهنا خدت اللاب وقررت اكمل شغل من تحت. دخلت الانترفيو التاني والتالت، واللي اتقبلوا كانوا حابين التعامل جدا، وحتى لما كنتش بقبلهم كنت بديهم النصايح والطرق اللي يطوروا بيها نفسهم، وكانوا خارجين مبسوطين وتقييمهم للانترفيو عالي. قول لي حابب المره الجايه اجرب اشتغل ايه؟